مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمد عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. تسيير انشطه تنمويه في العديد من مناطق مديريه الهرم. الامطار تلحق اضرارا في مديريه فورت ساو وسرعه. دعم اسر الشهداء والجهات المحتاجه في الجاش بركه. الامارات والبحرين واسرائيل توقع على معاهده السلام في البيت الابيض. منظمه التجاره العالميه تندد برسوم ترامب الجمركيه على الصين. والبرلمان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيسا جديدا لحكومه امريكا. مرحبا بكم من العناوين الى التفاصيل. يقوم سكان مديرية هابورو بإقليم عنسبة بتنظيم العديد من الأنشطة التنموية عبر النفير الجماعي، وتشتمل الأنشطة التنموية الجارية بالتنسيق بين المواطنين وقوات الدفاع على حفظ المياه وحماية التربة وصيانة الطرق، بالإضافة إلى بناء المدرجات والحواجز المائية. وبفضل الأنشطة التنموية الجارية في مناطق هابورو سعدة ومزرت وعريتاي وقلت وغرعوبل وفلفلة ابتداء من شهر يوليو الماضي وحتى الآن تم بناء 105,440 متر من المدرجات وصيانة 215,000 متر منها، بالإضافة إلى بناء وصيانة أكثر من 88 من الحواجز المائية حسب ما أفاد به مراسل وكالة إيرينا. كما تم تمهيد 133 هكتار من الأراضي الزراعية وصيانة طريق ترابي بطول 67 كيلومترا يربط بين منطقتي فلفلة وهبرة سعدة. وأشارت المعلومات بأن العمل يضم مشروع فيزا الزراعي الكائن في منطقة عريتاي، إضافة إلى إزالة الطمي من القنوات التحويلية بطول 750 متر. وقال المشاركون في الآراء التي أدلوا بها لوكالة إيرينا بأن الأنشطة التنموية التي ظهرت نتائجها في المجال الزراعي والاقتصادي والاجتماعي تنبع من الرغبة الوطنية في الإعمار. وقال كل من مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية هابورو الشاب آدم محمد إبراهيم، والمشرف على الأعمال التنموية عضو وزارة الدفاع تسفاي سرقي، بأن المهام الناجحة تدفع لاتخاذ خطوات بناءة، مؤكدا استمرارية تلك الأعمال بوتيرة عالية. ألحقت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مديريتي فورت ساوا وسرعة بإقليم القاش بركة أضرارا بالمواشي والثروة القابية والممتلكات والبنى التحتية. وأفادت المعلومات الواردة مؤخرا بأن الصواقع الرعدية المصاحبة للأمطار التي هطلت في السادس من سبتمبر بضاحية واكاي بمديرية فورت ساوا تسببت في نفوق 4 جمال، فيما جرفت السيول المتدفقة التي أعقبت الأمطار الغزيرة في ضاحية جرمايكا 250 من الأشجار المعمرة المنتشرة على ضفاف خوري شلالوب وشنغربي. كما أفاد مراسل وكالة إيرينا بأن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في 11 من سبتمبر بمديرية سلعة تسببت في جرف شاحنة بوادي شعلت و90 كنتال الذرة من أصل 115 كنتال كان على متنها. ويناشد الخبراء الزراعيون المواطنين لتوخي الحذر تحسبا من أضرار الأمطار الغزيرة التي لا زالت تهطل في كافة مناطق إقليم القاش بركة ابتداء من الأسبوع الآخر من يوليو الماضي، وتسببت في إلحاق الأضرار الكبيرة بالبنى التحتية والمزارع. من جهة ثانية، ألحقت الأمطار المصحوبة بالثلوج والتي هطلت في ضاحيتي دبر ماريام ودابري في مديرية مايمنة بالإقليم الجنوبي أضرارا بالمزارع. وأفادت المعلومات الواردة إلينا بأن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا بالغة في المحاصيل التي بلغت مرحلة الإثمار والمزروعة في مساحة 55 هكتارا. تشهد مديرية ميمنة بالإقليم الجنوبي أنشطة نفير واسعة لصيانة الطرق الترابية المنجرفة. وأفاد مراسل وكالة إيرينا بأن سكان ضاحيتي تشوكونو وعدي كودادي المشاركين في العمل ابتداء من 5 من سبتمبر ينجزون أعمالا تنموية فاعلة تمثلت في صيانة طريق يربط ما بين ميمنة وحدش عدي، وطريق آخر يربط بين عدي تشوكونو وعدي كودادي وعدي كساد. وأوضح المشاركون في النفير أهمية الطريق في المجال الاجتماعي والاقتصادي، خاصة طريق ميمنة حدش عدي باعتباره الطريق الاستراتيجي المؤدي إلى الأراضي الزراعية الواسعة في منطقة عوبل. وناشدوا بتوفير الآليات وتنسيق القدرات لإنجاح أنشطة النفير. وتوضح المعلومات الواردة بأن الأمطار التي بدأت في الهطول بمديرية مايمنة منذ الربيع بمعدلات متفاوتة تسببت في جرف معظم الطرق الترابية، مما أعاق خدمات المواصلات.
شهدت مديريات كلوج وهيكوتا وبارنتو وفورتو ساوا في إقليم القشبركة تقديم مساعدات مالية وعينية لأسر الشهداء والمحتاجين. ووفقا لذلك فقد ساهم المحسنون من أصحاب المشاريع الزراعية بمديرية قلوج في المرحلة الثالثة من تبرعهم ب 1681 كنتال ذرة للمحتاجين في 15 ضاحية بالمديرية. وأفاد مراسل إرينا بأن سكان مناطق قرقف وتبلدية وأم حجر وعشيخ كالا وقاجرو وضاحية مسكرم في بلدة قلوج ساهموا ب 63 كنتال ذرة وزعت للمحتاجين في مناطقهم. في غضون ذلك أشار مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في مديرية قلوج السيد حقوس عن برهان إلى وضع خطة تهدف لتأهيل أسر الشهداء من خلال اتباع المبادرة الأهلية المتخذة لمساعدة أسر الشهداء في منطقة تبلدية ونقلها إلى المناطق الأخرى. كما ساهم سكان ضاحية قرمايكا في مديرية فورتو ساوا ب 47200 نقفة، وأعضاء جمعية كنيسة القديسة مريم المقيمين في ألمانيا ب 12000 نقفة تم توزيعها للمحتاجين في مدينة بارنتو. فيما نظمت عضوات اتحاد المرأة في مديرية هيكوتا نفيرا لتنظيف مزارع أسر الشهداء. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، وقعت كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره الخارجية الأماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني. وأكد ترامب أن 5 أو 6 بلدان عربية ستوقع قريبا اتفاقيات مع إسرائيل، مضيفا أن هذه الاتفاقية سوف تؤسس لسلام شامل في المنطقة قائم على الصداقة والاحترام المتبادل. ومع بدء مراسم التوقيع قال ترامب أن إسرائيل والأمارات والبحرين سوف تتبادل السفراء وتتعاون فيما بينها كدول صديقة. أما وزير الخارجية الأماراتي فقال أن الهدف من معاهدات السلام هو العمل من أجل استقرار المنطقة، معتبرا أن اليوم يشهد حدثا سيغير الشرق الأوسط. ويرى الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وغزة أن الاتفاقيتين اللتين توسط فيهما الولايات المتحدة خيانة لقضيتهم. أعلنت منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين مخالفة لأحكام التجارة الدولية. وخلصت مجموعة خبراء شكلتها المنظمة للبت في هذه القضية بطلب بكين في تقرير إلى أن التدابير الأمريكية لا تنسجم مع القواعد التي تحكم التجارة العالمية، وهي بالتالي توصي بأن توائم الولايات المتحدة تدابيرها مع واجباتها. وكانت بكين قد رفعت الملف إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2018، ويتعلق بحزمة أولى من الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار. وأبرمت واشنطن وبكين لاحقا اتفاقا تجاريا بقى قسم كبير منه حبرا على ورق. بدورها انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها غير مؤهلة بتاتا لوضع حد لممارسات الصين التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة. انتخب البرلمان الياباني يوشيهيدي سوغا البالغ 71 عاما رئيسا جديدا للحكومة ليحل محل شينزو أبي الذي استقال لأسباب صحية. ونال سوغا 314 صوتا من أصل 462 في مجلس النواب، حيث يستحوذ على غالبية المقاعد إلى جانب حليفه في الائتلاف حزب كوميتو. وكان المطلوب غالبية بسيطة لكي يتم انتخابه، وكان سوغا قد حصل حتى قبل أن يدخل رسميا السباق على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزا للاستقرار والاستمرارية سياسة أبي. وسيكون رئيس الحكومة الجديد أمام تحديات صعبة ومعقدة، فقد كانت اليابان تشهد ركودا قبل انتشار وباء كوفيد 19، والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقيل تبدو في خطر. ووعد سوغا الذي فاز بالانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ليصبح زعيمه الجديد بمواصلة سياسات سلفه الذي كان في السلطة منذ نهاية عام 2012. في الخبر الأخير، قالت وسائل إعلام صينية حكومية أن الصين أرسلت بنجاح 9 أقمار اصطناعية إلى المدار في أول إطلاق تجاري تجريه لصاروخ من منصة في البحر. وذكرت وسائل الإعلام أن الأقمار الاصطناعية التي يخص أحدها منصة بيلي لتبادل لقطات الفيديو أرسلت بواسطة صاروخ من طراز لونغ مارش 11 من البحر الأصفر. والصاروخ لونغ مارش 11 مصمم للإطلاق بسرعة ومن مواقع إطلاق متحركة على متن السفن، ويستخدم أساسا لحمل أقمار اصطناعية صغيرة. وقد أطلق الصاروخ لأول مرة من البحر في يونيو العام الماضي.
ولدى الصين 3 مراكز للإطلاق الفضائي في البر، حيث تعود الصواريخ المستخدمة إلى الأرض وتشكل في بعض الأحيان خطرا على المناطق المأهولة. وسيقلل الإطلاق من البحر هذا الخطر، وجعلت الصين برنامجها الفضائي أولوية قصوى في السنوات القليلة الماضية، حيث تسابق للحاق بالولايات المتحدة لتصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.